متخفيا وخائفا يتوجه مهدي إلى هذه الغابة، يقطع منها ما يتيسر من الأشجار استعدادا للشتاء رغم إدراكه أن ذلك يخالف القانون. الحكومة تمنع قطع الأشجار وتعاقب على ذلك، لكنها لم تقدم لنا بدائل. أسعار النفط مرتفعة جدا ولا بديل عن الوقود غير الحطب. منطقتنا جبلية والبرد قارس في الشتاء، لذلك أنا مضطر لقطع الأشجار وجمع الحطب لضمان التدفئة لأسرتي وأطفالي ومثلي كثيرون. أكثر من 2,500,000 دونم كانت مساحة الغابات في إقليم كردستان العراق بحسب سجلات وزارة الزراعة، إلا أن نصفها اختفى لأسباب متعلقة بالجفاف والحرائق والقطع الجائر، رغم فرض القانون عقوبة لا تقل عن السجن 6 أشهر وغرامة مالية تقدر بنحو 3,500 دولار. تمكنا خلال الشهور 10 الأولى لهذا العام من إلقاء القبض على أكثر من 100 شخص بتهم حرق وقطع الغابات والأشجار. لدينا نقاط في جميع الغابات وكذلك دوريات، لكن ورغم ذلك سجلنا في حدود محافظة السليمانية منذ بداية العام قطع أكثر من 3,000 شجرة. التهمت الحرائق قرابة 1,300,000 دونم من الغابات في إقليم كردستان خلال العقد الأخير، ما يثير قلق نشطاء البيئة التي تعمل جاهدة لوقف إلحاق الضرر بالطبيعة. أسباب انحسار الغابات عديدة، منها القصف التركي والإيراني والحرائق والتمدد العمراني والقطع العشوائي. لذلك نعمل من جهة على الإرشاد بأهمية حماية البيئة والتشجيع على الزراعة، ومن جهة أخرى نحاول الضغط على الحكومة لتوفير الوقود والكهرباء للمواطنين لتدارك قطع الأشجار. تزداد المخاوف من خسارة الغطاء النباتي والغابات عمدا، لذلك تطالب هيئة حماية البيئة بتشكيل محاكم خاصة بالبيئة ومرتكبي جرائمها. انحسار واضح للمساحات الخضراء والغابات الطبيعية ينذر بزوالها ما لم تكثف السلطات المحلية تدابير الحماية القانونية للثروة الغابية وسط أزمة الجفاف التي تلاحقها بالتزامن مع التغيرات المناخية في العالم. ستير حكيم، الجزيرة، السليمانية.